بيبدأ الفيلم بستان وهو بيتكلم مع واحدة من العملاء بتوعه وبيحاول يقنعها تشتري الشقة اللي الشركة بتاعته عرضها للبيع، ورغم ان الست كانت رافضة في البداية لكن ستان حاول يخدعها وفهمها ان الشقة اللي هم عارضينها هتبقى احلى شقة هي شافتها في حياتها. وبعد كلام كتير معاها وافقت الست انها تشتري الشقة وكانت فرحانة بالعرض بتاعه، لكن بتيجي الشرطة ساعتها وبتقبض عليه بتهمة النصب والاحتيال لانه كان بيخدع العملاء بتوعه وبيقول لهم كلام مش حقيقي علشان يشتروا العقارات اللي كان بيبيعها. وبيروح بعدها المحكمة وبيتصدم لما القاضي بيقول عليه مذنب وان الحكم النهائي في القضية بتاعته هيكون بعد اسبوع. وعلشان ستان كان غني جدا فكان فاكر ان المحامي بتاعه هيعمل اي حاجة علشان يخرج من القضية براءة حتى لو كان هيرشي القاضي، لكن المحامي بتاعه رفض يعمل اي حاجة غير مشروعة وفهمه انه محامي محترم ولازم يحترم رأي القضاء. وساعتها ستان شاف اعلان في الشارع بتاع محامي مشهور بفساده وقال للمحامي بتاعه انه مفصول من الشغل معاه. وبعد اسبوع بيروح مع المحامي الجديد بتاعه للمحكمة وبيترافع عنه المحامي وبيتكلم مع القاضي بكل ثقة على ان ستان مش مذنب وانه حتى ما فكرش يهرب رغم كل القواضي اللي مرفوعة ضده، وده معناه انه واثق من نفسه بانه ما عملش اي حاجة غلط. وساعتها القاضي حكم عليه بالسجن 3 سنين بس رغم ان المدة الطبيعية للقضية بتاعته مش اقل من 5 سنين. وعلشان المحامي قدر يرشي القاضي فسمح لستان انه يدخل السجن ويقضي المدة بتاعته بعد 6 شهور من دلوقتي. وخرج ستان من المحكمة وهو متضايق علشان رغم انه عين محامي فاسد لكن برضه هيدخل السجن. واتكلم مع المحامي وحاول يعرف ازاي قدر يرشي القاضي ورغم كده هيدخل السجن، وعرفوا المحامي ان المبلغ اللي هم دفعوه للقاضي ما كانش كفاية علشان يمنع دخول السجن، لكن قدر يأجل مدة حبسه وهيسيبه 6 شهور كاملين علشان يرتب اموره قبل ما يدخل السجن. وبيفهم ستان ان ما عندوش حل تاني وبيمشي وهو متضايق وبيروح لاقرب حانة علشان يشرب الخمر ويفكر هيعمل ايه في المصيبة اللي هو فيها. وبيقعد ساعتها على البار وبيطلب كاس خمرة وبيلاقي شخص قاعد جنبه وبيلاحظ من الوشم اللي مرسوم على ايده انه دخل السجن قبل كده، وبيلاحظ الشخص ده انه بيبص عليه وبيساله لو كان في مشكله. وساعتها ستان ساله لو كان دخل السجن قبل كده لانه هيدخل السجن قريب وعاوز يتكلم معاه علشان يديله بعض النصايح وفي المقابل هيدفع له $100. واستغرب الراجل من كلامه لكن وافق لان المبلغ كان كبير لمجرد انهم هيتكلموا مع بعض. وبيقعدوا الاتنين مع بعض وبيسالوا المسجون السابق هو هيدخل سجن ايه والمده اللي هيقضيها هناك كام سنه، وعرفوا ستان انه هيتسجن لمده 3 سنين وقال له على اسم السجن اللي هيدخله. وساعتها الراجل كلمه بكل صراحه وعرفه ان السجن اللي هو هيدخله الحراس فيه ما بيتدخلوش في اي حاجه بيعملها المساجين، وبيتقسم السجن لمجموعه من العصابات وبيدخلوا كلهم في مشاكل مع بعض دايما. ونصحوا ينضم لاي عصابه فيهم اول ما يدخل السجن علشان ما حدش من باقي العصابات يضايقه ويبقى ليه وضعه مع الجماعه اللي بتحميه. والحاجه اللي ستان ما كانش متوقعها لما المسجون قال له ان السجن بيكون فيه اغتصاب بين المساجين وخصوصا لو المسجون ضعيف زي ستان، فساعتها معظم المساجين هتبقى عاوزه تغتصبه علشان يكسروه وما يقدرش يتكلم مع اي حد فيهم. واتصدم ستان ساعتها من الخبر وفهم ان الايام اللي جايه مش هتعدي على خير، وبيقرر يتصرف بسرعه وبيروح لمدرسه فنون قتاليه علشان يتعلم القتال ويقدر يدافع عن نفسه في السجن. لكن لما بيتدرب هناك بيحس بالملل وخصوصا ان كل اللي بيتدرب معاه اطفال ومفيش حاجه اتعلمها غير حركات تافهه مش هيقدر يستخدمها في قتال حقيقي. وبيتخانق مع واحد من زمايله وبيطرده المدرب وبيوقعه على الارض وبيضربه وبيطلب منه ما يدخلش عنده تاني. وبيكون ستان منهار من ضرب المدرب ليه وبيقوم من الارض بصعوبه وبيتفاجئ براجل عجوز وهو واقف قدامه بكل ثقه وبيقول له ان وضعه صعب لانه ضعيف ومش بيقدر يدافع عن نفسه. ولما استهزأ بيه ستان ضرب العجوز ايده في الحيطه وقدر يكسرها في لحظه. واتصدم ستان ساعتها من الموقف واتكلم معاه وخده معاه للبيت علشان يبقى المدرب الجديد بتاعه ويساعده لحد ما يقدر يدافع عن نفسه ضد المساجين في السجن. وبتستغرب مراته من تصرفات ستان وخصوصا لما قال لها ان المدرب هيعيش معاهم طول فتره ال6 شهور لحد ما يدخل السجن. وتاني يوم بيبدأ التدريب وبيشرب مشروبات صحيه لكن طعمها سيء بالنسبه له، ومع الوقت مراته بتتضايق من الوضع اللي هم فيه وبتسيبه وبتروح تعيش في بيت اهلها. وتاني يوم لما بيقول للمدرب ان مراته سابت البيت بيعرفوا المدرب ان وجودها مش في صالحهم وان التدريب الحقيقي بدأ، وبيبدأ فعلا يدربوا تدريبات قاسيه وبيعلموا ازاي يقتل اي حد بصباع واحد. وبيكسر المدرب الخشبه فعلا بصباع واحد، لكن لما ستان حاول يقلده اتكسر صباعه في ساعتها. ولما حاول يكسر الحجر بقبضه ايده اتكسرت ايده هي كمان، وفهم ان الموضوع مش هيبقى سهل زي ما كان فاكر. وكان بيصحى من النوم الصبح بدري وبينام متاخر بسبب الفتره الطويله اللي بيقضيها في التدريب. وكان بيتدرب على الشجره وبيرفع اثقال وبينام على مسامير وبيمر بفتره مكثفه من التمارين كل يوم. ومع الوقت بيقدر انه يصد كل ضربات المدرب سواء بايده او بالعصيان الخشب، وكمان بيقدر يكسر الحجر بقبضه ايده وبيتنافس مع المدرب وبيقدر يتغلب عليه بالعصيان. وبتيجي بعدها اللحظه الحاسمه وبيمسك المدرب الخشبه وبيقدر ستان انه يكسرها بصباع واحد. وبيفرح المدرب من ادائه وانه قدر فعلا يتعلم كل حاجه
حاجه في وقت قصير جدا. وبيقعد بعدها مع المدرب والمحامي بتاعه في مطعم وبيفهمهم انه دلوقتي مستعد يدخل السجن، لكن المدرب فهمه ان لسه ناقص له اخر تدريب، وطلب منه يروح للمدرب بتاع الفنون القتاليه اللي كان بيتدرب عنده ويتحداه، ولو قدر يكسبه فساعتها هيبقى انتهى من التدريبات ومستعد يدخل السجن. وبيروح ستان للمدرب وبيتحداه في قتال شخصي معاه، وبيوافق المدرب وبيهجم عليه، لكن ستان قدر يصد كل ضرباته بكل سهوله ووقعه على الارض، وقدر يتغلب عليه بضربه واحده بس. وبيجي له ساعتها المدرب وبيحييه على ادائه الرائع وفهمه انه بكده قدر يتعلم كل حاجه وبقى جاهز. وبنشوف ستان بعدها وهو راكب العربيه بتاعه السجن ورايح في الطريق لهناك، وبيتكلم معاه المسجون اللي جنبه وحاول يستهزأ بيه، لكن ستان ضربه في وشه ونصحه ما يتكلمش معاه تاني. وبيوصلوا بعدها للسجن وبيقفوا كلهم قدام فرانسيس رئيس السجن، وبيتكلم معاهم الرئيس وبيعرفهم ان عندهم قانون في السجن ان محدش يقرب من الرئيس او الحراس، غير كده المساجين يعملوا اللي هم عاوزينه. وبيستغربوا كلهم من كلامه وبيفهموا ان ايامهم في السجن مش هتبقى سهله، لكن ستان كان واقف بلا مبالاه وكانه مش فارق معاه اللي هيحصل. وبيدخل بعدها الاوضه بتاعته في السجن وبيلاقي معاه مسجون تاني، وبيتفاجئ بانه راجل عجوز، وبيعرفوا المسجون بنفسه وبيقول له ان اسمه لاري وانه مسجون بقاله فتره كبيره وفي الغالب هيموت في السجن. وحاول المسجون يتنمر عليه علشان كان فاكر انه ضعيف، وساعتها ستان ضرب السرير بتاعه برجله علشان المسجون يبطل كلام، وطلب منه ينزل من على السرير علشان هو عاوز ياخد السرير بتاعه، وخاف منه المسجون ونزل بسرعه وساب السرير، لكن بعدها ستان اتعاطف معاه وساب له السرير بتاعه ونزل هو في السرير اللي تحت. وتاني يوم بينزلوا كلهم للساحه وبيمشي لاري مع ستان وبيعرفوا كل حاجه عن السجن واللي بيحصل فيه، وكمان قال له مين العصابات اللي مسيطره ومين العصابات اللي ممكن ينضم ليها ومين اللي هيبقى الاحسن لو ما قربش منهم. وفي وسط الكلام بيسالوا ستان عن اخطر مسجون في السجن واللي معظم المساجين بتخاف منه، وشاور لاري على المسجون الضخم اللي قدامهم وعرفوا ان اسمه ريموند، وده يعتبر من الناس اللي ما ينفعش يقرب منهم. وساعتها بيسيبوا ستان وبيروح لريموند وبيشوفه هو ماسك مسجون جديد وبيحاول يعتدي عليه، وبيتكلم معاه ستان وبيطلب منه يسيب المسجون الجديد ويتكلم معاه. ولما رفض اتكلم ستان بصوت عالي مع المساجين عن ريموند وحاول يستفزه قدامهم وقال عنه احمق وغبي. واتضايق ساعتها ريموند وقلع القميص بتاعه وراح لستان وهو متعصب، لكن اول ما حط ايده على كتفه ضربه ستان اكتر من ضربه بعنف، وبعدها ضربه في رجله ووقعه على الارض ومسك ايده وكسر صوابعه بكل بساطه قدامهم. وساعتها ريموند كان بيصرخ وبيتألم من اصابته، وضربه ستان بالرجل في راسه وفقد الوعي في ساعتها. ومشي ستان من وسطهم بكل ثقه، لكن بيوقفوا واحد من المساجين وبيطلب منه ينضم ليهم علشان محدش من المساجين السود يعترض طريقه. واتضايق ستان من تهديده وضربه لكمه قويه في وشه ووقعه على الارض. وبيتفاجئ بعدها بمسجون تاني ضخم وهو بيقف قدامه وبيتكلم معاه وهو متضايق علشان ضرب ريموند، وبيؤمر العصابه بتاعته كلها تهجم عليه. وبيرجع ستان من قدامهم بسرعه وبيقف في وسط الساحه وهو مستعد، وبيقدر يتصدى لمعظم ضرباتهم وبيضربهم بكل شجاعه، لكن بيهجم عليه عدد كبير منهم، وساعتها بياخد عصايه المكنسه من قدامه وبتقوم معركه شرسه بينهم. ورغم ان عددهم كان كبير جدا بالنسبه له، لكن هو كان متدرب كويس على القتال بالعصيان الخشب وكان بيضربهم من غير رحمه. وبعدها كسر العصايه نصين ودخل في قتال معاهم زي ما علمه المدرب، وقدر يتغلب على كل المساجين اللي هجمت عليه. وبيرمي بعدها عصايه منهم وبيروح للمسجون الضخم وبيديله العصايه اللي معاه وبيضربه بايده التانيه لكمه قويه بعنف لدرجه ان كل اسنانه بتقع على الارض قدامه، وبيقع هو كمان على الارض من قوه الضربه. واتكلم معاه وطلب منه ياخد سنانه من الارض، وعرفه انه هيسيبه المره دي يحتفظ بسنانه الذهب، لكن المره اللي جايه هيخسرهم للابد وهيخسر نفسه معاهم. ووافق المسجون على كلامه وهو خايف منه، ومحدش من المساجين قدر يقف قدامه. وبعدها مشي من وسطهم من غير ولا كلمه، وراح بعدها للاوضه بتاعته واتفاجئ بالحارس بتاع السجن وهو داخل عليه وبيقول له ان رئيس السجن عاوزه دلوقتي حالا. وبيسمع كلامه ستان وبيروح معاه علشان يقابل فرانسيس. واول ما بيشوفه رئيس السجن بيطلب من الحارس يفك له الكلبشات، وطلب من الحارس يخرج ويسيبهم لوحدهم. ولما خرج الحارس اتكلم فرانسيس مع ستان وطلب منه يقعد على الكرسي واداله سيجار وكاس خمره، وعرفه انه مش بيفكر يبقى رئيس السجن للابد، لكن هو عاوز يغير نشاطه ويشتغل في العقارات ويبني بدل السجن مباني تجاريه هيقدر عن طريقها يكسب ملايين. لكن علشان ده يحصل لازم يعمل حاجه تجبر الحكومه انها تقفل السجن، وساعتها هيقدر يشتري الارض بتاعته ويبني عليها المباني اللي هو عاوزها. وفهمه انه بيقول له كل الكلام ده علشان عارف انه كان بيشتغل في العقارات واكيد هيساعده في بناء المشروع. وفرح ستان بالفكره وقال له على اكتر من طريقه يقدر يستغل بيها المساحات الفاضيه احسن استغلال. وبيرجع بعدها للاوضه بتاعته وبيكتب رساله لمراته علشان يعتذر لها على تصرفاته في الفتره الاخيره، وبيعرفها انه بيحبها وبيترجاها تسامحه، وخصوصا انها كانت حامل وهيبقى عندهم مولود جديد قريب. وتاني يوم بينزل الساحه مع بقيه المساجين وبيقعدوا كلهم مع بعض، وبيتكلم قدامهم وبيعرفهم ان رئيس السجن سمح لهم يسمعوا الموسيقى في السجن، ومن النهارده هيقدروا يسمعوا الموسيقى ويستمتعوا بوقتهم في السجن. وبيفرح المساجين ساعتها جدا وكانوا مش مصدقين ان حياتهم هتتغير بسببه. وكمل كلامه معاهم وقال لهم ان الاغتصاب في السجن هيبقى ممنوع ومش هيبقى مسموح ان اي مسجون يعتدي على اي حد من المساجين
المساجين وبيتضايقوا كلهم ساعتها، لكن بيفرح المساجين الضعفاء علشان أخيرا محدش هيعتدي عليهم تاني في السجن. وبيشغل بعدها الموسيقى وبيرقص قدامهم وبيهتفوا كلهم بصوت عالي وهم فرحانين علشان رغم إنهم مش هيبقوا أحرار لكن هيبقى في تسامح وهيبقوا لأول مرة عايشين وكأنهم مش في السجن. وختم كلامه معاهم وقال لهم لو أي حد اتصرف بأي طريقة غير اللي هو قال عليها فساعتها هو اللي هيقف قصاده، واللي معترض على كلامه هيدخل في قتال معاه دلوقتي قدام بقية المساجين. وساعتها محدش فيهم معترض على كلامه علشان كانوا خايفين منه، وبيروح بعدها علشان ياكل مع بقية المساجين. وبيجي له 3 من المساجين الضعفاء وبيشكروه علشان اللي قاله في الساحة وبيطلبوا منه يسمح لهم ينضموا للعصابة بتاعته. واستغرب استن من كلامهم، لكن لما لقى ان الموضوع عليه اجماع وان كل المساجين عاوزين ينضموا ليه وافق انهم يبقوا جماعة واحدة كلهم طالما محدش فيهم هيضايق التاني. وبيعيش المساجين مع بعض في سلام وبتمر عليهم فترة كبيرة وهم مبسوطين، والأول مرة كلهم بيتعاملوا مع بعض وكأنهم عيلة واحدة. وبعد فترة بيروح علشان يقابل فرانسيس وبيتكلم معاه وهو متضايق علشان بسببه السجن بقى بيمر بسلام ومش هيبقى فيه مشاكل، وبالتالي مش هيبقى عنده مبرر يجبر بيه الحكومة انهم يقفلوا السجن والمساجين تترحل لأي سجن تاني ويبدأ المشروع بتاعه. وعرفوا ان لجنة التفتيش هتكون عندهم بعد يومين، وساعتها لازم يشوفوا المساجين وهم بيتخانقوا مع بعض. ومش بس كده، ده كمان هيكون افضل لو في ناس منهم ماتت في المشكلة اللي هتحصل ساعتها. وعرفوا انه لو ما قدرش يساعده فساعتها هيبلغ عنه انه هو مسجون خطير والمدة بتاعته في السجن هتزيد. ده غير ان دونج المساعد بتاعه هيتعامل مع المساجين بعنف وهيقتلهم واحد ورا التاني من غير رحمة، لكن لو قدر يساعده فساعتها هيقدر يخرجه من السجن بعد سنة واحدة على اساس انه مسجون مسالم وانه طول تاريخه في السجن ما عملش اي مشكلة. واضطر ستان يوافق علشان فهم ان ما عندوش حل تاني. وتاني يوم بينزل الساحة وبيتكلم مع المساجين كلها بصوت عالي وبيعرفهم انه مش هيتدخل تاني في اي حاجة هتحصل في السجن وانه مش هيفرق معاه لو كانوا حتى هيقتلوا بعض. وساعتها المساجين اتعصبت جدا لدرجة ان كل واحد فيهم هجم على التاني وكلهم كانوا مجبورين على العيشة في سلام. وبيقعد معاهم علشان ياكل، لكن بيقوم لاري من جنبه وبيفهمه انه اتخدع فيه. وساعتها ستان مسك ايده وطلب منه ما يدخلش الساحة بكرة علشان هتحصل مشكلة. وبيجي اليوم التاني وبيروح ستان علشان يقابل هيئة القضاء وبيتكلموا معاه وبيعرفوه ان رئيس السجن بيشكر فيه جدا وعلشان كده هم جايين النهارده وهيحكموا عليه بالخروج من السجن. لكن بيفتكر ستان المساجين لما كانوا عايشين مع بعض في سلام وبيقرر انه مش هيتخلى عنهم علشان مصلحته، وبيتكلم معاهم بطريقة وحشة وبيعرفهم انه عمل حاجات وحشة في السجن من ساعة ما دخل. واتضايقوا كلهم من كلامه وقرروا انه مش هيخرج من السجن، وطلب من الحارس ياخده من قدامهم ويرجعه للساحة بتاعة المساجين. ولما بيخرج من الأوضة بيلاقي مراته والمدرب في انتظاره، وكانوا فاكرين انه هيخرج فعلا، لكن ستان عرفهم انه هيفضل في السجن وضرب الحارس اللي كان معاه وجري بسرعة علشان يوصل للساحة ويحذر المساجين علشان كان عارف انهم لما يعملوا مشكلة فساعتها فرانسيس هيطلب من الحراس يقتلوا عدد كبير منهم. لكن وهو بيجري بيوقفوا دونج المساعد بتاع فرانسيس وبيدخلوا الاتنين في قتال مع بعض. ورغم ان ستان كان قوي جدا لكن دونج هو كمان كان متدرب كويس وكان ستان بيقاوم قدامه بصعوبة، لكن مع الوقت هجم عليه بكل قوته وافتكر كل التدريبات بتاعة المدرب وفضل يضربه بعنف وقدر يتغلب عليه. وبنعرف ان الحراس كانوا بيحرضوا المساجين على المشاكل علشان يهجموا كلهم على بعض وتحصل مشكلة زي ما الرئيس عاوز، لكن بمجرد ما بيخرج ستان للساحة علشان يحذرهم بيتفاجئ بيهم وهم بيشغلوا الموسيقى اللي هو كان مشغلها، ورقصوا كلهم مع بعض وهم فرحانين علشان فهموا الخطة بتاعة فرانسيس وقرروا يقلبوها عليه قدام لجنة التفتيش. وساعتها اتضايق فرانسيس ومسك البندقية وصوب عليهم علشان يقتلهم، لكن بيحذروا واحد من لجنة التفتيش وبيحذروا ستان هو كمان وفهموا ان تصرفاته دي هتكون سبب في دخوله السجن. وبيتراجع فرانسيس وبيعدي الموضوع على خير، وبعد ما بتنتهي المدة بتاعة ستان في السجن بيودعوا كل المساجين وهم زعلانين علشان هيسيبهم. وبيخرج بعدها ستان وبيقابل مراته وبيشوف بنته والمدرب بتاعه وبيقرر يكمل حياته بشرف ويبعد عن الاحتيال والنصب للأبد. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل